لو انت اول مرة بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتسيب لي رأيك في القصة في كومنت، وتنشر القصة ما بين اصدقائك اللي ما بيخافوش على فيسبوك وتويتر. ويا ريت لو لسه ما اشتركتش على قناتنا على اليوتيوب يا ريت تشترك وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد من القصص بتاعتنا. انا احمد صقر، وقصة النهاردة بعنوان القبر الملعون. انا حسام، عندي 23 سنة. قصتي بدأت احداثها من 5 سنين، كان عندي ساعتها 18 سنة. انا عايش في قرية بسيطة بس تقدروا تقولوا عليها مقبرة كبيرة، وده لأن معظم مساحة القرية يعتبر مقابر محاوطة البيوت والناس من كل اتجاه. ولطبيعة قريتنا معظم أهل القرية بيشتغلوا في خدمة الميت، كل واحد بيبقى ليه شغلته الخاصة بيه، بمعنى إن في حد بيدفن وفي حد بيغسل الميت قبل الدفن، وفي كمان اللي بيحرس المقابر. أنا بقى والدي كان حارس مقابر، وهعرفكوا شغلته إيه بالظبط بس كمان شوية. طبيعي لسني كان لازم أشتغل وأقف جنب والدي على الأقل لحد ما أخلص تعليم ولاقي شغل. أما بقى لطبيعة شغلنا فهي كالتالي: بنأمن على كل مقبرة، بنأمن على بابها علشان نتأكد إن الأقفال سليمة، وبنتأكد كمان إن مفيش أي حد غريب دخل المقابر، وده لسببين. السبب الأول إن بيبقى فيه حرامية، الحرامية دول بيسرقوا الميت زي ما في حرامية بيسرقوا الناس العايشة بالظبط، بيسرقوا أعضائه اللي ممكن تتباع. أما بقى السبب التاني فربنا يكفيكم الشر، عشان بيبقى فيه ناس عايزة تعمل عمل، وساعتها بتبقى محتاجة تربة علشان العمل ده يتدفن فيها، وعلشان كده احنا لازم ناخد بالنا كويس قوي من ده. يومنا كان بيمشي كالآتي: بيتنا عموما كان جنب المقابر بالظبط، فبننزل الصبح ونفضل قاعدين، وبعدها نقوم نمر على كل مقبرة ونستنى أي حد هيدفن أو أي حد هيجي يزور المقابر لحد ما ينتهي اليوم ونتأكد إن كل حاجة مشيت مظبوط. ما كانش بيبقى عندي مشكلة في الشغل ده إلا في حالة واحدة بس، لما كنا بنمر بالليل على أهل القبور في البرد. أصوات الهوا وهي بتخبط في الأبواب بتاعة التراب كانت بتخلي جسمي يرتجف. ريحة الميتين المميزة اللي معرفش إزاي كنت بحس بيها إنها منتشرة أكتر قوي بالليل. والدي دايما كان يقولي حافظ على ذكر الله وانت أكيد هتلاقي قلبك مطمن. كان برضو بيقولي بالليل في الوقت ده ما بيبقاش فيه غيري أنا وانت بس. لو مريت في مرة على المقابر وشفت حد غريب ملكش دعوة بيه. لو شفت كلب اسود او قطة استعيذ بالله من الشيطان وابعد بعيد عنهم. ولو سمعت صوت، كلام، صريخ، ضحك جوه المقابر ما تركزش وابعد. الجملة دي كانت بترعبني، وايقنت ان الموت مش نهاية الشخص، وان عالم الموتى مش مجرد جثث هامدة مدفونة تحت التراب. الموت هو بداية لمرحلة جديدة للإنسان. قصتي بدأت في يوم كنت قاعد أنا ووالدي كالعادة الصبح بنتكلم. شفنا من بعيد مجموعة أشخاص شايلة تابوت. لما قربوا لاحظت حاجة غريبة أوي، كانوا عبارة عن 3 أشخاص بس. متعودين إن أي دفنة بيبقى فيها على الأقل 20 واحد. مركزناش أوي، وده لأن شغلنا إننا ندفن المتوفي والله أعلم بحاله. يمكن حد ملوش أهل أو مقطوع من شجرة، بس برضو إزاي؟ يعني هو ما عندوش صحاب؟ كل دي أسئلة بتدور في بالي وأنا شايفهم بيقربوا علينا. والدي استقبلهم بمجرد ما وصلوا. واحد قال له بالله عليك يا حاج عايزين ندفن الجثة ونمشي علشان مستعجلين. فوالدي بصله باستغراب قوي وما ردش. هيرد يقول ايه يعني؟ ايه الناس اللي جاية اكنها ما صدقت خلصت من الجثة دي؟ والدي فتح القبر وانا بدأت اشيل الباب بتاع الصندوق اللي فيه الميت، ويا ريتني ما شلته. الجثة كان وشها مكشوف وشكلها مرعب مفزع قوي. وشها كان محروق وفتحة بقها على الاخر.
وعينين الجثة كانت مفتوحة على الآخر. والأبشع من ده كله إن عينين الجثة كانت جاية ناحيتي أنا، بتبصلي. ما استحملتش المنظر. الناس اللي كانوا واقفين ارتبكوا ودوروا وشهم. قلت أعوذ بالله، دي ماتت إزاي دي؟ بس محدش رد. وبصراحة خفت إني أرفع الكفن وأغطي وشها. حطيت الباب على التابوت تاني واتحججت إني هنزل أساعد والدي. والدي كان بيشيل التراب القديم وبيفرش على الأرض تراب جديد وبيلم باقي العظم اللي كان موجود في التربة. نزلت وحكيت له على المنظر. قال لي لا حول ولا قوة إلا بالله، تلاقيها ماتت في حريقة يا ابني، ما تقلقش وادعي لها بالرحمة. وطلعنا علشان ننزل الجثة. لقينا الوضع ده بالظبط، الجثة وشها متغطي وباب التابوت مرفوع والتلاتة اللي كانوا موجودين مشيوا. بابا قال لي هي الناس جرالها ايه؟ هما مش مستنيين ان هما يدفنوا الميت بتاعهم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وللأسف اضطريت انا ووالدي ننزلها للقبر. وانا شايل الجثة وبنزلها زي ما اكون حاسس ان ايديها بتتحرك من تحت الكفن. بصيت على والدي لقيته مركز على السلم. المهم دفناها وقفلنا القبر ورحنا قعدنا على مدخل المقابر زي ما بنقعد كل يوم. واحنا واقفين بابا جاله تليفون، حد كلمه قال له الحق يا محمد اختك تعبانه قوي. بابا قعد يقول مين واللي كان بيتكلم قفل. بابا قعد يحاول يتصل بالرقم بس الرقم كان مغلق. كلم عمتي جرس ومحدش بيرد. قال لي انا لازم انزل القاهره ضروري يا حسام، لو عاوز تروح روح وابقى وصي عمك جمال يقعد معاك على ما ارجع. قلت له خلاص يا بابا روح انت، انا هقعد شويه وبكره ابقى اشوف عم جمال او اي حد يبقى معايا في الشغل. قال لي ماشي بس خليك قاعد مؤقتا، ما تدفنش حد، ولو حد عايزك في تغسيل ما تروحش، خليك قاعد بس خلي بالك من المكان كويس. قلت له حاضر، ابقى طمني عمتي عامله ايه. وبعد ما بابا ما مشي ندمت اني ما روحتش. فضلت قاعد ومشغل التسجيل جنبي على محطة القرآن الكريم ومستني لحد ما العشاء ما يأذن علشان اروح. طول ما انا قاعد في حاجة غريبة احسها، والأول مرة حاسس بحد واقف ورايا. في هوا سخن من ورا راسي، هوا اكني حد بيتنفس ورايا. كنت كل شوية ابص ملاقيش حد. بصراحة كنت قاعد مرعوب لحد ما العشاء أذنت وبدأت أتمم على الأبواب والتراب. وأنا ماشي سمعت زي صوت واحدة بتصرخ، صوت جاي من بعيد، واحدة عمالة تقول الحقوني انجدوني. فضلت ماشي ورا الصوت وأنا حاسس إنه صوت حد جوه المقابر. فضلت ماشي أنادي مين بيصرخ لحد ما قربت من الصوت قوي واكتشفت إن الصوت فعلا كان من جوه مقبرة. قربت من باب المقبرة قلت مين جوه؟ محدش رد وصوت الصريخ سكت. قلت تاني في حد جوه؟ قربت ودني من الباب سمع صوت بسيط قوي، صوت همسة جاي من جوه المقبرة. بيبقى في فروق كده في باب المقبرة تقدر تشوف منها، تقدر تشوف جزء من التربة من جوه. كان معايا كشاف، نورته وسلطته على الباب، ويا ريتني ما نورت. انا شفت عيون حد بصالي من ورا الباب من جوه القبر، بس قلت انا اكيد بيتهيألي. بدأت افتح القبر وبدأت ابص فيه كويس، مش شايف حد، مش شايف حاجة. قررت اني انزل، بس هنزل ازاي وانا مش معايا السلم؟ رحت بسرعة وجبت السلم وبدأت انزل. اول ما نزلت حسيت بحد خبطني على دماغي خبطة قوية جدا من ورا ووقعت. بعد فترة فتحت عيني مش شايف غير ضلمة في كل اتجاه. ايه ده؟ انا جوه القبر دلوقتي ومش شايف حتى كف ايدي. بقيت عمال اروح هنا وهنا وادور في كل حتة في القبر، بدور على السلم. وانا بجري اتكعبلت ووقعت على جثة من الجثث. الجثة دي كانت جثتها هي اللي دفنتها من فترة قبل ما ابويا ما يسيبني ويمشي. هي دي عينيها اللي كنت شايفها من شوية. عينيها شفتها مقفولة بس دلوقتي اتفتحت.
اتفتحت على آخرها ووشها بقى في وشي. انت متخيل الموقف؟ وانا جوه باب المقبرة اتقفل عليا، وما تسألنيش اتقفل ازاي ومين اللي قفله، واستحالة يكون هوا لاني كنت سنده كويس جدا بحجر وانا بحاول انزل. وبعدين ازاي انا وقعت فوق واحدة ميتة، واحدة لو قعدت اوصف لكم مش هقدر اوصف بشاعتها. وشها محروق وفي حتت من وشها مفيهاش جلد، العظم كان باين. غير كل ده انا كنت شايف عينيها من شوية مقفولة وفتحت عينيها في عيني. هو في ميت بيفتح عينه بعد ما يقفلها؟ اعتقد ان لو حد مكاني ما كانش هيستحمل الموقف ده. صرخت بأعلى صوت فيا وقمت بسرعة وانا حاسس ان جسمي كله اتشل، بتحرك بالعافية. ساعتها لقيت السلم، بدأت اطلع على السلم وانا بحاول اوصل للباب. ايد مسكتني من رجلي وبدأت تشدني لتحت. فضلت اصرخ وعمال اقاوم وانا سامع صوت واحدة بتضحك بصوت عالي ومفزع جدا. قعدت اقول يا رب يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفجأة الايد سابت رجلي. كان صوت مفيش اجمل منه، صوت اذان الفجر خلى كل حاجة ترجع لطبيعتها. وباب القبر اتفتح لوحده من تاني، وجسمي اللي كنت حاسس انه اتشل رجع تاني. قمت بسرعة وخرجت من القبر وقفلت الباب واخدتها لحد بيتنا جري. اول ما امي ما فتحت الباب قالت لي كنت فين يا ابني كل ده من امبارح؟ وفين ابوك؟ كنتوا بايتين فين من امبارح؟ قلت لها ازاي يعني؟ هو بابا ما قالكيش انه نازل القاهرة امبارح؟ عمتي كانت تعبانة. قالت لي تعبت؟ عمتك لسه مكلماني يا ابني وسألت عليك وسألت كمان على ابوك، وقلت لها انكم كويسين، وقالت لي ان جدك زعلان عشان ما بنروح لهمش. قلت لها ماما بالله عليكي ركزي، بابا ما جاش. قالت لي الله، وانا هعيد كلامي تاني ولا ايه؟ بحط ايدي في جيبي علشان اطلع التليفون واتصل ببابا، ما لقيتهوش. معرفش بقى نسيته فين ولا وقع مني فين. المهم فضلت ارن عليه من موبايل امي بس برضه محدش بيرد، لدرجة ان الموبايل بتاع بابا اتقفل. يعني هو عارف اني بتصل بيه وقفل الموبايل. قلت لها انا هنزل اشوفه راح فين. نزلت وانا دماغي متلخبطة خلاص تعبت، مش عارف الاقيها من العفريتة ولا معرفش ايه دي اللي طلعت لي، ولا الاقيها من ابويا اللي اختفى. بس بدأت اربط الموضوع ببعضه كده، بالست اللي كلمت والدي وقالت له اختك تعبانة، وقعد يقول مين اللي بيتكلم وقفل الموبايل، وبين اللي حصل لي في المقابر. مش ممكن تكون هي الست دي اللي عايزة تبعد ابويا عني عشان تخوفني زي ما عملت؟ ولو كده هتستفاد ايه؟ دي عايشة ولا ميتة ولا ايه بالظبط؟ التفكير عمال يوديني ويجيبني لحد ما قطع تفكيري صوت التليفون. كانت رسالة من رقم غريب. فتحتها اتصدمت. في حد بعت لي صورة لواحد متكفن وكاتب لي فوقيها دورك جاي. ولما ركزت في الصورة الواحد ده كان ابويا متكفن جوه قبر. ما قدرتش امسك نفسي ودموعي فضلت تنزل مني. مين اللي عمل في ابويا كده وليه؟ قلت لا 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 لا، الست دي اكيد وراها حاجة. انا لازم اعرف مين الست دي وبتعمل كده ليه. عندنا في المقابر بنسجل كل اسماء الموتى، الاسم الرباعي واسباب الوفاة ومكان السكن قبل الوفاة، واحيانا بيبقى اسم العائلة كمان موجود. وده لان لو تفتكروا قلتلكوا ان قريتنا معظم مساحتها مقابر فيها آلاف من الموتى، وفي كمان موتى اسمائهم بتتشابه مع بعض، وممكن يحصل خطأ. الخطأ ده بيكون في مكان الدفن، فعلشان كده بنسجل كل حاجة عن الميت. ورحت لعم جمال وبدأت اقوله ان عمتي تعبت وان انا وبابا هننزل القاهرة، وطلبت منه انه يروح يقعد في المقابر. بس هو استغرب ان بابا ليه هو اللي ما طلبش بنفسه كده. حكيت له ان بابا متضايق جدا علشان عمتي ونفسيته تعبانة، وبصراحة الراجل اقتنع وما منعش. ساعتها انا دخلت الأوضة اللي في المقابر وفضلت ادور على الاسامي، وطلعت اسم الجثة. وكان اسم المقبرة اللي كان مدفون فيها الجثة عيلة آل طاهر حسين. بيانات الست الملعونة دي كانت كالتالي: الاسم أمينة السيد حسن، سبب الوفاة حريق في مبنى السكن، السن 73 سنة،
مكان الإقامة قبل الوفاة اعذروني يا جماعة مش هقدر أقوله. المهم جهزت نفسي ورحت على عنوان القرية اللي كانت ساكنة فيها الست. قرية صغيرة الناس اللي فيها على قد حالهم قوي. ده أكد لي إني لو سألت على اسم الست دي هلاقي أكيد حد يعرفها، لأن حجم القرية صغير وأكيد كل الناس عارفين بعضهم هنا. لسبب أو لآخر فضلت إني أسأل شيخ الجامع لأنه هيقول لي على اللي أنا عايزه بكل صراحة. وفعلا لقيت جامع صغير كده. دخلت صليت العصر، وبعد الصلاة فضلت قاعد مستني إن الناس تمشي. ساعتها قدرت أتكلم معاه براحتي. وأنا قاعد وقبل ما أتكلم معاه حسيت إنه مركز معايا قوي، حاسس إنه عايز يقول مين ده ومستني ليه. حبيت ما بينش إن أنا عايزه. جبت مصحف وبدأت أقرأ فيه لحد ما الجامع فضي من الناس تماما. رحت وسلمت عليه وقلت له محتاج من وقت حضرتك نص ساعة ممكن؟ قال لي اتفضل يا ابني، عايز تسأل على حاجة؟ قلت له اه. حضرتك تعرف واحدة المفروض انها كانت ساكنة معاكو هنا وماتت من فترة. لقيت ملامح وشه بدأت تتغير. قلت له تقريبا اسمها أمينة السيد حسن. انا لقيته اتعصب وقام فجأة وقال لي اياك تنطق الاسم الملعون ده داخل المسجد. بصراحة فرحت من جوايا لان ده معناه ان في حد هيفهمني مين الست دي، الست اللي قتلت ابويا. قلت له حاضر. طب ممكن نتكلم في اي مكان غير المسجد؟ اي مكان انت تحبه. بدأ ساعتها يهدى، قال لي ماشي تعالى معايا. فضلت ماشي وراه، عمالين ندخل في شوارع ونطلع من شوارع، بس واضح انه راجل طيب. طول ما انا ماشي الناس عمالة تسلم عليه، وعرفت برضو من الناس اللي بيسلموا عليه ان اسمه الحاج عامر. وصلنا بيت صغير كده تقريبا ده مكان سكنه. واول ما دخلنا قال لي مبدئيا كده انا جبتك هنا مش علشان اقولك كلمتين تاكل بيهم عيش، انا بس ما حبيتش اكون قليل الذوق، وكمان انا عارف ان لو قلتلك مش هعرفك اللي انت عايزه في المسجد كنت هتجيب سيرتها تاني، وانا مش حابب ان اسمع اسمها مرة تانية. قلت له ثانية بس، اكل بيها عيش ايه؟ انت فاكرني صحفي وجاي اعمل موضوع؟ حضرتك الست دي مدفونة في المقابر عندنا. تاني حاجة بقى انا شفت على ايديها الويل وحكيت له على كل اللي حصل، ووريته صورة والدي وهو متكفن ومدفون جوه قبر. قال لي يا ابني وانت بعد كل ده جاي وبتدور وراها؟ انت مش عايزها تسيبك بقى. قلت له لا يا حاج عامر انا مش بدور وراها، بس انا على الاقل عاوز افهم مين دي وقتلت ابويا ليه، ويا ترى هتكمل على بقية عيلتنا ولا هتقف لحد هنا. قال لي فعلا اي حد بيقابل الست دي مش هتسيبه. بص يا ابني انا هحكي لك مش عشان حاجة، علشان بس مقدر ظروفك، وكمان علشان تخلص منها ومن لعنتها. وبدأ يحكي. لحد هنا يبقى نهاية الجزء الاول من قصة القبر الملعون. لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسيب لي رأيك في تعليق تحت الفيديو، وكمان ما تنساش تشارك القصة دي وسط اصحابك اللي ما بيخافوش على فيسبوك وتويتر. ولو ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يجيلك الجزء التاني من قصة القبر الملعون.